فما سؤال ولا نحكي؟ على دور التأمين، دور الكات كونزيغو في النهوض معناتها بقطاع التأمين هذايا، وشنو في الهجمات اللي نجموا معناتها نحن كيفاش نجموا نحافظوا معناها على القطاع هذايا من غير ما يكونوا عندنا هجمات سيبرانية والكل. شنو برنامج الوزارة زاده في المجال هذا خاصة اليوم معناتها توجه العالم معناتها كات كونزيغو؟ هو مش برنامج الوزارة، هو توجه العالم. توجه دولي تقنينيا مع الأقل في الحماية، في حماية المعطيات، في حماية الأمن السيبراني. نبدأ باسم زهير عطلة، رئيس ديوان السيدة وزيرة المالية. اليوم تم تعقد الكونفرنس de Carthage 17e donc session. نحب نعاود باش بالعربي. ندوة سنوية عود الجامعة. دونك اليوم كنت معناتها عندي الشرف باش نمثل السيدة وزيرة المالية في مؤتمر أو الندوة 17 اللي معناتها تقوم بها وتعدها الجامعة التونسية للتأمين بالشراكة مع الاتحاد العربي للتأمين والتونسي. والحقيقة الموضوع اللي اختاروه اليوم هو موضوع الساعة جدا، بعلاقة أول حاجة بقطاع التأمين. اللي تعرفوا المدة الأخيرة هناك اهتمام خاص بوزارة المالية وبالقطاع كعنصر من عناصر دعم الاقتصاد الوطني، خاصة بعلاقة بدرجة المخاطر اللي موجودة على مستوى الجيوسياسي أو على المستوى المناخي أيضا. وبالتالي اختيار موضوع الصناعة التأمينية والذكاء الاصطناعي هو فكرة ممتازة، باعتبار أنه الذكاء الاصطناعي اليوم يساعد بصفة كبيرة جدا في الاستباق، في الاستشراف، في توقع درجة المخاطر، في الاستغلال النشاط بصفة عامة، وكذلك استباق أيضا الغش اللي نعرفوه هو مرتفع جدا في هذا القطاع. دونك هو معناتها باش يكون عنده أثر كبير جدا في معارضة القطاع، ولكن بالمقابل بطبيعة الحال نحن معناتها نعرفوا اللي فما الأشياء هذه معناتها فما سيدي دوبل ترانشون، فما ينجم يكون انعكاسات سلبيه ليس فقط على قطاع التامين ولكن على كل القطاعات الماليه وغير الماليه. نعرفوا اللي الهجمات السيبرانيه والقرصنه التكنولوجيه اليوم هي من اكبر التحديات اللي هي مطروحه على الحكومات وعلى الدول، فما بالك معناتها على الشركات. وبالتالي يظهر لي الندوة هذه خلال الثلاث أيام القادمة سيقع العمل بالشراكة مع أشقائنا ومن الدول العربية والأفريقية والمختصين في المجال من فنيين وتقنيين ورواد في مجال الذكاء الاصطناعي، باش معناتها ياخذوا كل الآليات وكل تقييم المخاطر اللي تنجم تجي من هذه الهجمات، وبالتالي الاستعداد كما يجب على في معناتها بالنسبه للقطاع هذايا باش يكون يعني محفوظ من كل هذه الهجمات. وانا معناتها في اعتقادي انه بالرغم من الاثار السلبيه هناك عديد الاشياء الايجابيه، ولكن يجب الاعتماد او التحضر والاستعداد منذ الان مع اتباع الخبرات اللي موجوده في العالم. ونحن نعرف في تونس اللي الحقيقه مساله الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها، وذلك علاش يلزمنا اللجوء الى كل الخبرات العالميه، وتكون تونس فضاء مفتوح لقطاع التامين وغيره، باش معناتها تكون عندنا منظومه متوازنه وتاخذ بعين الاعتبار خاصه ايضا حمايه المؤسسات وحمايه الاشخاص من هذه المخاطر الكبيره. وين وصلنا في